يا جماعة، مش كل واحد عنده وجع في صدره تبقى مشكلة نفسية، بالذات الناس اللي ما عندهمش ريسك فاكتور. يعني الناس اللي ما عندهمش ضغط ولا سكر ولا أمراض مزمنة زي السمنة والتدخين والحاجات ديت، مش كل ما يجي يقول أنا عندي وجع في صدري تبقى مشكلة نفسية. لا، في أسباب أخرى. الموضوع ده بالنسبة للقلب ممكن يكون صح، أما بالنسبة للصدر في مشاكل كتير ممكن تعمل وجع في الصدر ومفيش ريسك فاكتورز، زي التهاب العضلات الخارجية أو التهاب الغشاء البلوري أو مشاكل الرئة أو النوموثوركس أو الهواء في الغشاء البلوري. وتعالوا أحكي لكم القصة دي. شاب عنده 27 سنة جاي بيشتكي من ألم حاد بقاله يوم واحد في صدره ومعاه ضيق في النفس. الشخص طويل ونحيف، فشكيت على طول في النيموثوركس أو في الهواء داخل الغشاء البلوري، واتأكدت بالسونار وعملت أشعة مقطعية عشان أشوف حجم النيموثوركس، والشاب بالفعل طلع عنده هواء على الرئة. والموضوع على الأقل خالص هيحتاج حجز على أكسجين 100% إن لم يحتاج تدخل جراحي. شفت الموضوع طلع مش نفسي خالص، هو بعيد عن نفسي جدا. فمش أي حد جاي بوجع في صدره يبقى الوجع ده نفسي. لا، قد يكون نيموثوركس، قد يكون التهاب في الغشاء البلوري بنسميها بلوريزي، قد يكون التهاب في العضلات مايوسايتس، وقد تكون مشاكل نفسية طبعا. بس استبعد المشاكل العضوية أو الأسباب العضوية الأول. والسلام عليكم.